هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 23 من أكتوبر. وكما عودناكم مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم الحلقة الثانية من برنامج فنجان جبنة الأسبوعي، والذي يستضيف فيه الزميل أحمد شريف الأستاذ إسماعيل حسن، ويتناول معه فنجان قهوتنا هذه المرة أيضا من مدينة صنعاء. قبل ذلك مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. دعوة قضائية ضد مسؤولين إريتريين بخصوص الصحفي المعتقل داوود إسحاق. مقتل متظاهر في السودان يثير غضبا جماهيريا واسعا. ورئيس الوزراء الإثيوبي ينتقد ملابس نواب البرلمان الفاخرة. كانت مستمعات الكريمات والمستمعين الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في تصريح لإذاعة إرينا قال السيد إلياس إسحاق أخ الصحفي المعتقل في إريتريا منذ 19 عاما داوود إسحاق بأنه تم تقديم دعوى قضائية للشرطة السويدية يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري، وتطالب الدعوة باعتقال أو التحقيق مع المسؤولين الإريتريين الآتية أسماءهم بتهم جرائم ضد الإنسانية والتغييب الغسري والتعذيب في حال دخولهم السويد، وهم الرئيس إسياس أفورقي، المستشار يماني جبرأب، وزيرة العدل فوزية هاشم، ورئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية اللواء فيليبوس والد يوهانس، ومدير وكالة الأمن القومي العميد أبراها كاسا، ورئيس جهاز الأمن الداخلي والشرطة اللواء سيمون جابريدنجل. وقال السيد إلياس بأن هذه الدعوة يمكن أن تصعد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تحظى بالدعم المعنوي لشخصيات كبيرة مثل الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي. الجدير بالذكر بأن الصحفي السويدي من أصول إريتريا داوود إسحاق معتقل في إريتريا منذ عام 2001، ولا يعرف مكان أو ظروف اعتقاله حتى اليوم. عبر العديد من السودانيين عن غضبهم بسبب مقتل متظاهر يوم الأربعاء الماضي في شرق الخرطوم، وكانت الشرطة قد أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد وجرح العديد جراح بعضهم خطيرة. وانتقد ناشطون وصحفيون رئيس الوزراء السوداني، حيث شبهوا الوضع الحالي بالوضع قبل الثورة، خاصة قيام قوات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين، حيث ثار الشعب ضد نظام يمارس القتل العشوائي ضد المواطنين، بينما تقوم قوات الحكومة الحالية بنفس الممارسات. وكانت القوات النظامية قد أطلقت النار على متظاهرين في مدينة كسلة في 15 من الشهر الجاري، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من ضمنهم طفل واحد. نقلت الBBC عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتقاده أعضاء برلمان بلاده الذين يرتدون ملابس فاخرة، ودعاهم إلى اختيار الألبسة المصنوعة محليا. وقال أبي أحمد أن البدلة التي يرتديها والمصنوعة محليا أفضل من البدلات التي يرتديها النواب، لأنها من قماش مصنوع في منطقة كونتا جنوبي غربي إثيوبيا. هو أضاف: أعتقد أن هذا القماش إذ لم يكن أفضل فهو ليس أقل نوعية من البدلات التي ترتدونها، فهي مصنوعة محليا وجودتها رائعة. إذا لم أحترم هذا المنتج ولم أظهره للناس فمن سيفعل ذلك؟ ودعا النواب إلى تقدير المنتجات الإثيوبية. وكان رئيس الوزراء يرد على أسئلة النواب في العديد من القضايا، من بينها تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية في إقليم تيغراي، وقال أن الخلاف سيحل عن طريق القضاء. وتطرقت الأسئلة كذلك إلى أعمال العنف العرقية في إقليم بني شنغول غموز التي راح ضحيتها العشرات منذ سبتمبر الماضي. ورجح أبي أحمد أن يكون الهدف من إشعال فتيل أعمال العنف هناك هو تعطيل مشروع سد النهضة العظيم الذي تبنيه إثيوبيا في المنطقة على حد قوله. كانت مستمعاتي ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. دعوة قضائية ضد مسؤولين إريتريين بخصوص الصحفي المعتقل داوود إسحاق. مقتل متظاهر في السودان يثير غضبا جماهيريا واسعا. أخيرا رئيس الوزراء الإثيوبي ينتقد ملابس نواب البرلمان في بلاده.
استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. أستاذ إسماعيل، أنت ذكرت في الاسم الأول شيدلي، وعند التجري الجبنة ذاتها بيسموها شيدلي. لا، دي الأولانية اللي هي يعني في التجري هسه لما تقول شيدلي يعني جبنة ذات الجبنة كلها. معلومة جديدة. لا، شيدلي معناها الدفعة الأولى اللي هو المركزة. وإلياس دي جاية من شنو؟ إلياس مثلا نبي الله مثلا. أيوة، يقولوا كده نبي وخضر، وبركة دي نوع من البركة، دعوة يعني. إن إلياس من المرسلين. وخضر وإلياس، يعني إلياس دي تلقاه يقدر يشربها حتى الشباب الصغار، مرة خفيفة هي. بعدين صح. ما فيش لعلمك سكر، يعني ما في عدد. بالله الجبنة عند في ناس صنعة بدون سكر؟ لا، قلة جدا منهم، من الحضر اللي ما بيعرفوا ولا الناس تناول سكر بالنسبة لكلهم ما متوفر دائما. بعدين ما يدي لهم الكيف بالسكر، لأن طعم السكر يسيطر على القهوة. طيب هسي نجي ليك يا عم إسماعيل. أستاذ إسماعيل، أنت تشرب قهوة؟ والله كنت أشرب قهوة، لكن لظروف صحية قالوا أنت بوردر أفويدد، تجنبها. طيب 200 آخر مرة شربت القهوة 200 الجبنة بالنسبة لمفهوم هنا سنوات، لكن أشرب دائما لاتيه دي خفيفة هي. يوميا لابد أشرب قهوة. الموانع شنو يعني؟ ضغط الدم ولا حاجة؟ أيوة، ضغط الدم لما تكون في الحدود بوردر لاين سموها، خطر عليك، يعني ما عندك لكن انتبه، يعني أقول لك ما في داعي. واحدين يقولوا كمان بالنسبة لكبار السن، أنا قريت في القهوة أضرار وفوائدها. والله من فوائدها لقيت إنه بتضبط ضغط الدم لكبار السن. هو والله هنا يقولوا لك ما تشرب قهوة، ما تكتر وما تكتر إيش يعني، الله أعلم. لكن الدكاترة ينصحوا بعدم. لكن أنا شخصيا بشرب مرتين لاتي دي حقتي. طيب لاتي أخف طبعا، مش زي القهوة اللي أخف. نعم، زي كابتشينو يعني. لاتي كابتشينو ولاتي. أيوه، كابتشينو بالذات أكثر يعني. صح. طيب إيه الزنجبيل؟ هسه في صنعة، في ناس صنعة في يستخدموا الزنجبيل مع الجبنة. مزبوط. بعد مش كلهم زنجبيل، في أحيان كثيرة شفت إنه ناس تستخدم الزنجبيل، لكن ربما لعدم وفرته وغلاؤه ربما، يعني أنا بتكلم عن العموم. عموما بقية طبعا كل واحد يزبطها على مزاجه. نعم. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. عم إسماعيل، كده حدثنا عن أشهر المعالم في مدينة صنعاء. أنا أتذكر أيام الورارات، الحرب يعني العبثية دي بتاعت الهقدف والويانة. يعني مدينة صنعاء طبعا دفعت ثمن غالي جدا جدا. نعم. ضربت بالطائرات ويعني إحنا مشينا مرة، والله المدينة تقريبا نص المدينة ملغومة، يعني ألغام. نعم، ما تقدر فيها يعني. فحدثنا عن تاريخ المدينة دي في النضال بإيجاز وفي نفس الوقت معالم البارزة. والله شوف، بالنسبة للمدينة طبعا تعتبر مدينة لما الأولى قد حتى قبل عدغيح من حيث العمران والعدد، ولو أن كانت عاصمة كلوغوزا هي عدغيح، بعدين طبعا نقلوها ما أعرف ودوها وين، ما أعرف النظام الحالي. طبعا وجود الجالية الإيطالية واليهودية والنصرانية أدى لها طابع معين، يعني تشكيلات معينة من المجتمعات تتعايش، سبحان الله، تتعايش بكل يعني تفاهم ما عندهم. الأغلبية طبعا ساو كانوا، لكن ما استغلوا هذا ووضعهم في اضطهاد الآخرين، لأنه هذه بتربية إسلامية أساسا تربوا عليها كلهم. صح. فصنعاء في من أولا طبعا شفت يمكن مطرة الجبل الموجود وأنت ماشي لاتجاه تجري، على يمينك مطرة كويس، ما يقدر يطلع إلا قلة جدا. فوقها في زي محل عبادة للنصارى ولا ما أعرف، يمشوها بطريقة خاصة جدا، زي الدير كده يعني. أيوة، فدير. أيوة. وبعدين في عندك عرب طريقة يسموها، هذا كمان اسم غريب، عرب طريقة. الجبل هي ما زال الاسم برضو مذكور هناك، ليش ما أعرف. عرب طريقة. عرب طريقة. أوكي. وفي أيضا كمان حديثا جاء يسموها شجرة عبد الكريم في منطقة اسمها فل حد. كان عبد الكريم الله يرحمه، عبد الكريم سنفالو.
أيوة يقعد عبد الله الكريم رحمة محمد الله عليه. يقعد تحت الشجرة ويتابع القادمين إلى المنطقة تبعه. اسمها المنطقة ديك أو الشجرة شجرة عبد الكريم، يسموها شجرة عبد الكريم لكن اسمها فل حدقة. فل حدقة أو الدعقة بيسموها مرات. صعب يعني بعد كم كيلومتر من صنعاء في منطقة جبلية هي. فل حدقة معناه شنو؟ يعني منطقة فلحة، يعني أظن اسم من الأولياء ولا ما أدري. فلحة معناه زي ما تقول منطقة زي ما تقول. كويس. تبا. فكان هناك يقعد هناك وبالمنقلة بتاعه يشوف إذا كان المراسل إنه جو ولا ما جو، كلام من هذا القبيل. أيوة. يعني منطقة استهرت وسبحان الله يعني هو قبل ما يتمتع فيها كثير. طبعا المجموعة دي دمرت أي حاجة. طيب بالنسبة للشيوخ، الشيوخ اللي كانوا معروفين، شيوخ المساجد والأئمة وكده، تذكر مين؟ مناسبة المسجد أنتم ما شفتوا يمكن المسجد الجديد ده؟ أيوة جميل المسجد ده. يكون في القرن الأفريقي، يكون في إريتريا أكبر واحد. نعم. بنوها تطوعات. كده قصة المسجد ده وبناؤه كيف أستاذ إسماعيل؟ المسجد ده طبعا قديم وما أعرف تاريخه القديم، ولكن بعد كثرة العدد المسلمين والصحوة الإسلامية ومش عارف إيه كان لها أثر إن الناس اتجهت للديانة أكثر. نعم. والشباب وهجرة الشباب ساعد للحصول على تمويل مادي كويس. يا سلام. وكل سخاء كان بالمناسبة، وإضافة إلى تبرعات بعض دول الخليج. وكان من ضمن الرئيس المعهد ده أخذ الفكرة. أقرب شيء مشيت أنا قبلها، كنت عارف من أسمر كنت أمشي المسجد ده، يعني عملوا خطة إنه يدربوا فيها مهنيين نجارين ولحامين وكل شيء في نفس الوقت، تكون يقروا فيها القرآن وصلاة. ومن كان يدرب هذه اللحامة؟ المسيحيين. المدربين كانوا مسيحيين. شوف يعني شيء ما تجده في أماكن تانية. سبحان بعدين الله. الناس طبعا مرات يقولوا هو الكافر ايش عمل في المسجد؟ يقول هذا قاعد يدرب شبابنا في اللحام، يدرب النجارة ومش عارف ايه. فبعدها بعد ما لقوا الفلوس اللازمة بنوا ووسعوها، وأصبح ما شاء الله كانت معهد ديني وكان مركز قرآن وكل شيء. وكان يأمها أحد الشيوخ من أبناء الشيوخ برضو من خريجي المدينة المنورة. تذكر اسمه أستاذ إسماعيل؟ محمد، الشيخ محمد. الشيخ محمد مين؟ محمد صالح. محمد صالح. أيوة. أبوه كان سبحان الله يقرأ القرآن كمان. يا سلام. في صنعاء معروف إنه حتى كبار الناس أول ما يمشوا الزيارات يبدأ بزيارته كنوع من يعني الشكر لإعطائهم فكرة التعرف. كان شديد شوية قاسي شوية، كان الله يرحمه. الله تعرف يرحمه. أحمد عقيرقير تعرفه؟ كان في لا ما سمعت به والله. أيوة هو والده كان هذا كمان أول. أحمد عقيرقير اسمه؟ أيوة أحمد عقيرقير هو كان زول سخن يعني. أظن كده. وبعدين كان في ستاي أيوة الشركة بتاعت المواصلات. طيب المسجد ده هسي ما شاء الله تقام فيه الصلوات وأي حاجة. نعم بالميكروفون وكل شيء، إضاءة. مسجد جميل فعلا والله. مرة يعني بذل فيه جهد كبير جدا ووفقه، ويعني الحمد لله يعني. جميل. طيب أستاذ إسماعيل من يعني مثلا من ضمن الشيوخ أيوة اللي هو شيخ صالح حنلي قربو اللي هو والد أحمد عقيرقير قلت لك. هذا يدرس أجيال كثيرة درس. يا سلام. أنا أتذكر ودوني لما كنت صغير، ما قعدت في صنعاء في كثير، سنتين. قال الوالد يلا يقريك، ودوني. هو من تبعه الله يرحمه كان يمسك حصى صغير ويمسكها في إذنك ويدي لك إذا أخطأت. بعدين قلت له أنا ما عايز أمشي في الراجل ده. قال لي كيف ما تمشي؟ ده درس خالك وعمك وكل شيء. قال لا طيب شرط عند أيوة تحفظ كل يوم من هنا لحد هنا، من هنا لحد هنا، ويقريك أخوك عمر وإلا رجع. والله عشان ما أرجع في الراجل ده كنت وختمت مع أخوك. أيوة أخويا كان يراجع لي بالليل يسمعني، وأنا قبل المدرسة بتاع الدراسة كنت أركز في القرآن عشان ما يرجعوني في الشيخ هذا. سبحان الله. لكن كنت أزوره أول ما أجي إيش عامل في القرآن؟ يقول لي والله والحق يقال أستاذ إسماعيل، الحق يقال في المرتفعات والمناطق القريبة منا والله للشيوخ من قومية الساهو والأساورتا، والله هؤلاء الناس لعبوا دور كبير. وعلما أنه الملتحقين بالأزهر الشريف وعودتهم بعدين، يعني معظم الأئمة أئمة المساجد والمؤذنين والمقرئين
في إريتريا تقريبا معظمهم هم من قومية الساو. والله هذا شرف كبير أنا أشوف. حتى القضاة والمشايخ والقضاة نعم. نعم كانوا يعني ناس أذكر منهم بعض المشايخ وناس اللي مشوا برجولهم من إريتريا إلى تنزانيا إلى السودان. واحد منهم يقول لي كان في كل مرحلة يشترك الطوب يبلي للناس يلقى شوية بها يتقدم شوية. يعني عندهم رغبة عجيبة جدا للتعلم. الدين دي لهم. يا سلام والله جزاهم الله خير. هذه إذاعة إرينا. طيب عم إسماعيل، أشهر أحداث شهدتها مدينة صنعاء في ونحن لازلنا نحتسي معاك قهوة صنعاء يعني. أشهر أحداث أنت يعني ذكرت تاريخ بالنسبة للمدينة وما حولها غير الأحداث بتاعت النضال. يعني بتذكر مثلا في عهد الاستعمار الإثيوبي بفترتي الدرب. في عهد الاستعمار الإثيوبي يعني ما عانت صنعاء في كثير لأنهم كانوا يركزوا في مناطق أخرى، لكن بعد التحرير حادث يعني لم يحصل في أي مكان آخر، هو اغتيال امرأة من قبل عصابات هيجدف لما جو الاحتلاليين دي. نعم يمكن سمعت عن هذه القصة. نعم احكيها لي أنا أستاذ إسماعيل. الرجل ده طبعا يوم سنة 94 لما كان يأخذ الناس دخلوا، وأول ما فتح الباب المرأة دي عرفت أنت فلان، قالته. الولد طبعا كان صغير، على طول رشاها والناس طاردوه. طبعا ما عارف ايش اللي قاعد يحصل. الغريب المسيحيين قالوا الحكومة دي تعتبر حقنا، بكرة الساعة دول ما عندنا مقام عندهم. المهم اغتيال المرأة كان لها حدث يعني فريد من نوعه وجبان. وبعدين الرجل ده قتلوه وقالوا له قبيلته يمكن انتقموا منه. شوف قتلوه لأنه مكشوف خلاص ما يحتاجوه. يعني وهذا هزت. وأنا أتذكر بهذه المناسبة جاء من هو اللي كان المدعي العام ديني اسمه موسى نايب لما جاء. طيب أنت باعتبارك مدعي العام تعتبر أنت مسؤول عن كل المحاكمات، ليش أنت قتلت امرأة بريئة لمجرد شبهت فيه أحد؟ أنا ما سمعت. قال سبحان الله أنت مدعي العام ما تعرف كنت من وين جبت الخبر؟ شوف البلاد هم كلهم كده في اجتماع لما في اجتماع كان جالي كبار السن بدأ يزورونا. بعض الناس كانوا من المؤيدين كانوا يجيبوه علينا، بعدين اتعقدوا لما بدأنا كل من يجي عندنا نهزئه بطلوا يجون. الحمد لله. والله يرحم الشهيدة. ومدينة صنعاء دفعت ثمن غالي جدا يعني. والله في حرب الوياني مع الحرب دمي دي يعني من المدن اللي تدمرت. يعني نشوف نهايته تكون كيف، لكن هو يعني حرم هذا الشعب حقوقه والله شوف ونكل وأي حاجة. دوام الحال من المحال. نعم حيمشي، لكن ماذا بعده؟ هنا السؤال. وإلا متيقنين إنه حياخذ يومه وحيمشي وهو قاعد يتسارع على أساس يعمل تغيير. شوف امبارح ناخذ شوية مسفين وزير خارجية تيغراي كان يقول إنه خلاص الرجل ده عايز يخرب إثيوبيا ويتدخل في شؤونها. زعلانين تيغراي كمان. وضع سيء، ولكن إن شاء الله حيدفع الثمن. ولا بالعودة لجبنتنا يا أستاذ إسماعيل، وقربنا ننهي الحلقة. في الجبنة وأنت تشرب القهوة دائما تثار القضايا ذات الحساسية الهامة. أنا أعتقد إنه الشعب الإريتري أينما وجد المجموعات يعني وهي تشرب القهوة، والله جرعة السياسة والحاجات دي أكيد الراجل عمل شنو، شايفين البلد ماشي وين وكده. حديث كثير دائما يدور في جلسات الجبنة. وواحدين برضو يقولوا برضو الجبنة أحيانا بتكون هي مثار بتاعت نبش خلافات حتى داخل الأسرة، وأحيانا تحل فيها القضايا، ومرات تكون فيها سبب كمان إنه والنسوان دي لما يقعدوا في القهوة برضو يفتحوا ملفات كده يعني. رأيك شنو أستاذ إسماعيل؟ والله شوف يعني أول شيء والحمد لله يعني النساء السهويات بصفة عامة ما عندهم جرأة معارضة هنا. أتذكر واحد منهم قال عشان أدي لك مثل، قال لي يا جدتي إيش كان جده شكله؟ ما قلت لنا يا ابني أي وجه بأي جرأة أنا كنت أرفع رأسي حتى أشوف شكله. شوف مش زي اليوم تناقشوا يا زول
وين البتاع وانت قصدك شنو كده، ما فيش يعني. ما فيش، اليوم يطردوك من البيت. كم يا سلام. نعم. فشوف إلى أي درجة كانت. بعدين أتحدى أي واحد يقول كان متى كان يلتقوا هذين الاثنين. يعني صراحة الأب والأم طبعا هنا عادي جدا، يقول لك مع السلامة ماشيين غرفة، الولد يعرف شوف الثقافات يجري. كيف. أيوه هناك يعني كل واحد تلقاه عنده سرير وكل شيء، كأنهم يخدرونا ما نشوف أي حاجة. يا سلام. دلوقتي يعني استاذ اسماعيل نحن في بسرية الخواتيم. تامة، بسرية تامة تتم العمليات كلها. نعم 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 طبعا، ما في شك يعني. وبعدين وإذا سألتموهن حجابا متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ما هو ده القرآن قال كده يعني. لكن الليلة والله أنا سعدت بلقائك أستاذنا العزيز إسماعيل حسن، من أبناء وأعيان وشهداء كمان. شهداء بمعنى شنو؟ أنت شاهد على عصرك لمدينة صنعاء في تاريخ. الناس دائما شهداء طوال يقول، وشهداء على الناس. ربنا قال لنا حتى في القرآن شهداء على الناس، يعني مش لازم الشهيد ده يموت يعني، لا أنت تشهد لا يعني. الشهيد من رأى وأنت يعني. تشهد، وأنت تشهد برضو هذه المدينة. أنا سعدت باللقاء. في ختام ذكرت هذا اللقاء بمسلسل رأيك شاهد شنو في ما شاف البرنامج شاهد. ده أستاذ إسماعيل؟ نعم. بصراحة يعني رأيك شنو أي ده برنامج؟ في برنامجنا فنجان جبل؟ والله كويس، ولكن برضه كمان عايز نشوف التقاليد الثانية في كيفية أيوة. البقية كيف تتعامل مع كانت القهوة. القهوة هنا تعرف يعني معظم الناس يحضروها ولا أنه ما بيشربوها، لأنه كبار الناس والمشايخ والعلماء فيها موجودين يقولوا ديل دعاهم مقبولة هي. بالله سبحانه الله. نعم. فيها فلان الشيخ فلان الشيخ فلان وفقيه كبير ودعاء إن شاء الله يقول يلا يا شيخ ندعو لنا. أو كمان حتى لما يجي كده شاب أول مرة شيخ فلان أدعو لولدنا ما شاء الله الآن وصل الجزء الثالث والجزء الرابع، هكذا يعني مكانتهم محفوظة. بالتالي الكل يحاول يقلدهم يكون زيهم، ما في أطماع دنيوية كثيرة يعني في الناس بصراحة. الآن طبعا الأخ يبيع، الأخ قالوا لي في آخر أيامهم ربنا يستر. واحد يقول لي من أسمرة يعني مثلا دي لك لما مشيت صنعاء في آخر أيام يعني حادثتين قلبت. كان يعني سنة كم أستاذ إسماعيل؟ 93 أظن 94 93 أوكي 4. لما مشيت صنعاء فيه مشيت مع واحد الشيخ عشان أوريك الفرق، مع واحد كان في صنعاء فيه كان يشتغل في الأجهزة الإعلام بتاع الجبهة الشعبية، ماسك الراديو وكل شيء بين الرئيس والجيش، ما كان حساس كان ماسك. فقالوا لي يا أخي تعال إسماعيل أنت ماشي صنعاء في أيوة في أسمر هذا، ما تشيل هذا أمك تلقى فيه أجر، أمه هناك ما عندها خبر وده ما عايز يمشي عنده سنة وشوية هنا قاعد. قلت له ما تفرق يلا، وديته صنعاء فيه ويحكي لي طبعا الإنجازات ومش عارف إيه. بعدين مشينا، أخوه استشهد في اتجاه مقلة وهو ماشيين إلى إثيوبيا، كان قائد الأسلحة الثقيلة. فبعدين جو كبار القوم لما سمعوا أن الولد المفقود جاء، أمه دعت لي ما شاء الله، قالت بعدين لما بدأ أخرج يا أخي ليش ما كلمت في وجود المشايخ هذيلا عن وفاة أخوك استشهد دفع 5 باختني قرية. شوف لأمه. الله سبحانه. عايش هو؟ ما أعرف الله أعلم يعني. الزمن خير معلم يكون علمه. والله شكرا لك أستاذ إسماعيل حسن من أبناء صنعاء. شربنا معك قهوة جميلة وحلوة وفي نفس الوقت يعني استمعنا إلى التاريخ. شكرا لك أستاذنا الفاضل. وإن شاء الله ونحن طبعا البرنامج ده كل مرة نمشي به مدينة. قبل كده شربنا في شعب قهوة وشربنا في أغردات قبله وشربنا في شعب وكرن الليلة في صنعاء. فإن شاء الله الدور الجاي نمشي قندع ولا نمشي أي حتة. شكرا لك حبيبنا الغالي أستاذنا. الله يخليك. وتعريف جيد جدا بالذات الجيل الجديد يعرفوا التقاليد، ولا لأنه الآن طبعا بدخول المكانات القهوة وحاجة زي كل شيء يتغير. نعم. ولكن ما زالت تتمسك بشدة بالتقاليد في إريتريا، لسه ما زال الجبل مكانته. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الفاضل. كان معكم أستاذنا إسماعيل حسن. تحدثنا عن الجبنة. فنجان جبنة كانت في مدينة صنعاء وحتى جديد الملتقى. تحيات محدثكم أحمد شريف برفقة زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في الهندسة الإذاعية والإشراف والإخراج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. دعوة قضائية ضد مسؤولين إريتريين بخصوص الصحفي المعتقل داوود إسحاق. في تصريح لإذاعة إيرينا قال السيد إلياس إسحاق أخ الصحفي المعتقل في إريتريا منذ 19 عاما داوود إسحاق بأنه تم تقديم دعوى قضائية للشرطة السويدية يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري، وتطالب الدعوة بالاعتقال والتحقيق مع المسؤولين الإريتريين الآتي أسماءهم بتهم جرائم ضد الإنسانية والتغييب القسري والتعذيب في حال دخولهم السويد، وهم رئيس السياسة فورقي والمستشار يماني جبراب ووزيرة العدل فوزية هاشم ورئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية اللواء فيليبوس والد يوهانس ومدير وكالة الأمن القومي العميد أبراها كاسا ورئيس جهاز الأمن الداخلي والشرطة اللواء سيمون جبردينجل. مقتل متظاهر في السودان يثير غضبا جماهيريا واسعا. عبر العديد من السودانيين عن غضبهم بسبب مقتل متظاهر يوم الأربعاء الماضي في شرق الخرطوم، وكانت الشرطة قد أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد وجرح العديد جراح بعضهم خطيرة. وانتقد ناشطون وصحفيون رئيس الوزراء السوداني حيث شبهوا الوضع الحالي بالوضع قبل الثورة، خاصة قيام قوات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين. رئيس الوزراء الإثيوبي ينتقد ملابس نواب البرلمان الفاخرة في بلاده. نقلت BBC عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتقاد أعضاء برلمان بلاده الذين يرتدون ملابس فاخرة ودعاهم إلى اختيار الألبسة المصنوعة محليا. وقال أبي أحمد أن البدلة التي يرتديها والمصنوعة محليا أفضل من البدلات التي يرتديها النواب لأنها من قماش مصنوع في منطقة كونتا جنوب غرب إثيوبيا. وأضاف: أعتقد أن هذا القماش إذ لم يكن أفضل فهو ليس أقل نوعية من البدلات التي ترتدونها، فهي مصنوعة محليا وجودتها رائعة. إذا لم أحترم هذا المنتج ولم أظهره للناس فمن سيفعل ذلك؟ ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي النواب إلى تقدير المنتجات الإثيوبية. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام كالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في برامجنا المقبلة. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان، وتقبلوا تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة من باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.